إلى نيجيريا رحل حامل لقب اتحاد الجزائر لملاقاة ريفرز يونايتد في ذهاب ربع النهائي. حوار المدربين غوما وغاريدو انطلق سريعا فوق الميدان، و10 دقائق فقط كانت كافية ليفتتح أصحاب الأرض التسجيل بتسديدة قوية لأوغوستين أوكيجيفا. بقي الحارس بنبوط يتفرج عليها وهي تزور الشباك. اهتز الجميع فرحا بهدف أول فتح شهية الريفرز، وهنا تدخل الحارس بنبوط مجنبا فريقه هدفا ثانيا بطريقة رائعة. التسديد من بعيد كان سلاحا لأصحاب الأرض، لكن الحارس الدولي الجزائري كان بالمرصاد لتصويبة أبو بكر أمام أنظار جماهير الاتحاد التي شعرت بصعوبة المهمة. رد أبناء سوستارا لم يشكل خطرا على مرمى الريفرز في الشوط الأول، كانت الأفضلية فيه واضحة لأصحاب الأرض. تدخل غاريدو وبدأ يبحث عن الحلول من أجل التدارك، وأول ظهور حقيقي لحامل اللقب جاء عبر باشا بهذه الطريقة. ضغط الاتحاد تواصل في المشهد الثاني لهذه المواجهة، وكانو انطلق توغل وكان قريبا جدا من تعديل النتيجة. زملاء أكرم جحنيط دافعوا في هذا اليوم الصعب، انهزموا بهدف قبل موقعة الإياب بالجزائر.